تعليق صادم من كارلو أنشيلوتي على العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور. ولكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، إذا كنت من عشاق فينيسيوس جونيور فضلا وليس أمرنا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. فهيا بنا الآن إلى التفاصيل. علق مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي على حادثة تعرض نجمه فينيسيوس جونيور لهتافات عنصرية خلال مواجهة فالنسيا يوم الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم، من ثم طرده الحكم على خلفية إشكال حصل بينه وبين أحد لاعبي الخفافيش. وقال المدرب الإيطالي في تصريحات بعد اللقاء: لا أريد التحدث عن كرة القدم، أنا غاضب جدا. كل ملعب كان يصرخ على فينيسيوس ويصفه بالقرد. أعتقد أن الليغا لديها مشكلة خطيرة للغاية مع هذا الأمر. لقد سألت فينيسيوس عما إذا كان يريد مواصلة اللعب، ولكن بعد ذلك أخبرت أن عليه المواصلة لأنه كان الضحية وليس الجاني. أخبرني الحكم بالبروتوكول، ولكن لا يبدو أنه الحل بالنسبة لي، كان علي أن يوقف المباراة. مشاهدينا الكرام، ما رأيكم في تصريحات كارلو أنشيلوتي؟ شكرا على المشاهدة.